يا صباح الفل والجمال والورد والياسمين، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالنا كتير قوي ما قعدناش نحكي مع بعض، بس سامحوني. استاذ سليم كان تعبان شويه، كان عندنا هيربس فكان الوضع صعب قوي. مفيش بقى اكل، مفيش شرب، في عياط 24 ساعه، سخونيه. فالحمد لله يعني، الحمد لله دلوقتي احسن. ما تنسوش دعوه ليه بالله عليكم. بصوا كده، ده كان يوم الجمعه. صباحكم فل وصباح وجمعة حلوة وبخير يا رب. نزلت بقى انا ومحمد وطنط عشان اجيب بقى حاجة السوق، ان انا للاسف كان بقى لي فترة ما بنزلش، يعني انا قلت لكم الاسبوع اللي قبله ما نزلتش، فكان البيت فاضي حرفيا. فنزلت بقى جبت حاجة السوق. الحاجة دي يعني هتكفيني اسبوع وكام يوم، يعني انا ممكن مثلا ما احتاجش انزل الجمعة اللي بعدها. يعني انا خلاص، بصوا انا لسه الحاجة عندي زي ما هي، واحنا النهارده اللي هو التلات. ف يعني الحاجة ممكن تقعد معايا لحد التلات الجاي مثلا، لان في حاجات فيها كتير. بس الفكره ان حاجه السوق بقت نار يا جماعه، الحاجه صعبه جدا، الاسعار بقت عاليه. يعني انا جبت الحاجه يوم الجمعه، وفي اسعار انا سمعتها ان هي وقت الضعف. يعني مثلا الطماطم غليت 5 جنيه عن ما انا كنت جايباها. عايزه اقول لكم ان انا جبت لسليم طبق بس فاكهه هو بيحبه، جبت له برقوق وتفاح، ده لوحده 100 جنيه، نص كيلو برقوق وكيلو تفاح، غير بقى باقي الحاجه. فالوضع صعب قوي. بصوا انا جبت طماطم، جبت 2 كيلو طماطم عاملين 50 جنيه، الكيلو ب25 جنيه. جبت كيلو بتنجان عامل 15، كيلو خيار عامل 20. كيلو خيار ب20. جبت كيلو جوافه ب25، نص كيلو فلفل ب7.5. جبت ده الفلفل الاخضر غير الاحمر. جبت 2 كيلو بطاطس ب50 جنيه. كيلو العنب ب40 جنيه يا جماعه. ده كيلو ونص فلفل عامل 10 جنيه. ده نص كيلو سبانخ معاه حزمه بقدونس وحزمه شبت، لا سوري، كزبره وشبت، وحزمه جرجير ب10 جنيه. يعني حزمه كزبره، حزمه شبت، وحزمه جرجير، ونص كيلو سبانخ ب10 جنيه. زي ما بقول لكم، ده كيلو تفاح وكيلو برقوق ب100 جنيه، وده بره الميزانيه. يعني انا جايبهم بس علشان سليم ياكل، لان هو زي ما بقول لكم كان بقاله اسبوع ما بياكلش نهائي. ان دي بتعمل حبوب كده في البق وحاجات، فيعني ما كانش قادر ياكل. فما صدقت الصراحه ان هو طلب حاجه وهو معايا. حضرت لهم بقى الفطار الاول، فضيت الحاجه وغسلت الفاكهه، حطيتها في التلاجة. وانا مش بغسل الخيار، بشيله زي ما هو والفلفل، وبغسل لما بحتاج. تمام. بصوا بقى، انا للاسف يعني انا خلصت وفطرنا وقلت هريح شويه، ننام شويه، لان احنا كنا سهرانين، وبعديها قمنا رحنا للسوق. فريحت شويه وقمنا. للاسف جالي خبر وحش، يعني شخصي بس وحش قوي، خلاني بقى محبطه يا جماعه. ما بقى قعدت ما بعملش حاجه لمده يومين. يعني اقوم بالليل الساعه 12 بالليل، اعمل اكل قبل ما محمد ما يجي بالليل، واقعد بس كده. ده اللي بعمله طول اليوم. بس بقى جيت امبارح فوقت وقلت لا يلا بقى قومي بقى شوفي اللي وراكي. فده فلفل زي ما قلت لكم، كنت جايبه كيلو ونص فلفل اعمله هريسه. طبعا الكبه طلعت عيني، طلعت عيني حرفيا. انا مش عارفه اعمل فيها ايه يا جماعه، دي تالت كبه. يعني الكبه اللي كنت متجوزه بيها كانت كويسه الصراحه، بس وقعت، الغطا بتاعها وقع اتكسر، وهو الغطا بتاعها اللي بيتحكم فيها. من ساعتها وهو يعني الكبه بتلف على الفاضي، وديتها لاكتر من حد معرفش يصلحها. بعديها بقى جبت الكبه دي، ده كان طقم على بعضه. من مش عارفه ماركته اسمه ايه، هنشوف الماركه بتاعته، هتشوفوا الماركه مولنكس. ايوه. عايزه اقول لكم ان هي سيئه جدا وكمان صغيره. فمش عارفه اعمل ايه. ودي تالت كبه عندي. في كبه عندي تانية بتلف على الفاضي برضو، او يعني ما بتفرمش. مش عارفه حظي ليه في الكبات. لو حد عنده كبه سلف يدوهاني. الوضع بقى صعب جدا. المهم خلصت بقى هنا. دي الهريسه. بص انا كنت بحط الفلفل وبحط معاها شويه زيت، معلقتين زيت ومعلقه ملح صغيره، واضربها في الكبه. تمام. هي ما كانتش عامله لون قوي، يعني كان فاتح الفلفل ده، ما كانش احمر قوي. فكنت بحط كده لما الاقيها فاتحه قوي اروح احط عليها نص معلقه بابريكا. تمام. خلصت بقى وغسلت الكبه كويس علشان اللون طبعا هيلزق فيها، فغسلتها كويس قوي. وبعديها رحت غسله بقى السبانخ وبدات اقطعها. السبانخ انا قسمتها، يعني هو نص كيلو كان عامل 3 حزم، قسمتها حزمتين، خرطتها اعملها طبق سبانخ كده جنب رز. والحزمه التانية دي بشيل منها بس الورقه، باخد الورقه بس من غير العنقود يعني، او من غير الورقه، من غير الفرع نفسه. وبعمله السليم بقى جنب مكرونه كده بالوايت صوص، يعني بعملها له مكرونه بالوايت صوص بالسبانخ.
دي بقى كانت الحاجه بعد ما دخلتها الفريزر. بصوا ده مانجا كانت عندي برضو، بفرزها زي ما هي، بغسلها كويس واشيلها في كيس زي ما هي، لما بحتاجها بطلعها واقشرها كده بالمقشره زي البطاطس، ما بتهدرش معايا نهائي. ودي احلى طريقه تخزين مانجا انا شفتها. بس عملت لي بقى كوبايه نسكافيه وفوقت كده. بصوا وبعديها بقى طلعت لقيت الصدمه، يعني الصدمه اللي عاملاها لي استاذ سليم. سليم دخلت لقيت سليم يا جماعه، خرجت خايفه. تعالى قولي وريني القمر. بصوا يا جماعه المنظر، والله العظيم والله حرام. بصوا عامل ايه في شعرك؟ تعالى انت كده عملته جميله. ماشي يا جماعه، عايزه اقول لكم الدنيا بقت زي الفل، وحقيقي مش انا اللي عملتها. مين اللي عملها؟ مين اللي روق؟ انت طبعا. الدكتوره لو شافت المصاصه دي هتولع فينا. عاوزه اقول لكم بقى ان هو كان بقاله فتره طويله جدا ما بياكلش يعني اي حاجه حلوه ولا اي حلويات، فاديته بقى مصاصيه وقعدت اشرب النسكافيه وكده. يومي خلص. ما تنسوش بقى لايك وشير ودعوه حلوه من قلبكم، بحبكم جدا. باي.